أهلا بيكم يا جماعة. خلونا ناخد نفس كده ونحكي حكاية من اللي بتحصل معانا من غير ما ناخد بالنا. من فترة قريبة قررت قرار مهم. قلت خلاص أنا هبطل أكسل وهبقى إنسان نشيط. القرار خد 5 دقايق حماس، بس أنا كنت متفائل. صحيت بدري، قلت لنفسي أهو بداية خير. لبست ونزلت، وأنا ماشي في الشارع حسيت إن الدنيا هادية قوي. قلت إيه الجمال ده؟ الناس فين؟ العربية فين؟ بعد شوية اكتشفت إن الساعة 6 الصبح وأنا شغلي 9. قلت ماشي، نستغل الوقت. دخلت كافيه، طلبت قهوة. قعدت أبص في الناس، مفيش ناس. قعدت أبص في التليفون، البطارية قررت هي كمان تبقى نشيطة وتخلص بدري. قلت خلاص نمشي. ركبت مواصلة. السواق بصلي وقال بدري قوي يا اسطى. قلت له أصل بحاول أبقى نشيط. هز دماغه وقال ربنا يقويك. وصلت الشغل قبل الكل. قعدت لوحدي، حسيت إني حارس أمن مش موظف. قلت أشغل نفسي. مسكت ورق، قريت، ما فهمتش، حطيته تاني. بعد شوية الموظفين ابتدوا ييجوا. واحد قال لي انت نمت هنا ولا ايه؟ قلت له لا، ده النشاط. قال لي واضح. المدير دخل، بص عليا باستغراب وقال انت جيت بدري النهارده؟ قلت له اه يا فندم. قال لي طب كويس، خليك معانا اخر اليوم بقى. حسيت النشاط بيهرب مني واحده واحده، بس قلت ماشي نكمل. وقت الفطار جه. كل واحد طلع فطاره، وانا فاكر نفسي منظم نسيت اجيب فطار. قعدت ابص عليهم وانا بشرب ميه. واحد حس بيا وقال خد لقمه. قلت له لا شكرا، دي رجيم نشاط. الساعه عدت ببطء، دقيقه ورا دقيقه، لحد ما حسيت ان الكرسي بقى صاحب عمري. وفي اخر اليوم المدير قال تسلم يا بطل، النهارده كنت مثال للنشاط. وانا ابتسمت، بس من جوايا قلت بكره هرجع انسان طبيعي، بهرب من السرير بالعافيه. روحت البيت. اول ما دخلت بصيت على السرير، حسيت انه بيقول لي وحشتني. قلت له وحشتني اكتر، ونمت.